السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة هنعمل كيك الذرة والبرتقال. بصوا ارتفاع الكيك عامل ازاي، طريقة حلوة جميلة جدا. هنا عندي كوباية سكر ونص كوباية من الزيت وثلاث بيضات وبرتقانية قطعتها كده، وعندي هنا البيكنج باودر، وعندي بقى هنا الخلاط، شفشق الخلاط هحط فيه كل المقادير. هحط الثلاث بيضات والنص زيت، نص كوباية، نفس الكوباية هي نفس المعيار، والسكر برضو بنفس الكوباية، والبرتقانة مسكتها غسلتها وقطعتها بالقشر بتاعها كله كده زي ما انتم شايفين. جربيها وهتقولي لي ايه رأيك في النتيجة. وهنا البيكنج باودر او كيك شيف دون هنحطه على الدقيق. ضربتهم هنا في الخلاط لغاية ما الخليط ينعم معاكي خالص. هنا بقى هحط كوبايتين من الدقيق، دقيق عادي، وهحط واحدة كوباية من دقيق الذرة، يعني كوبايتين دقيق أبيض وكوباية من دقيق الذرة. وهحط البيكنج باودر، اهي كوباية من الدقيق الذرة، دقيق الذرة الأبيض. عايزة تخليها دقيق ذرة أصفر عادي، ممكن تحطي دقيق ذرة أصفر، وممكن تحطي كوباية من ده وكوباية من ده، يعني تحطي كوباية صفرا وكوباية بيضة من دقيق الذرة، وتحطي كوباية من الدقيق الأبيض عادي، يعني الموجود عندك تستعمليه. هنا بقلب البيكنج باودر مع الدقيق، المواد الجافة مع بعضها والمواد السائلة مع بعضها. هنا هنزل بقى ايه الخليط اهو على الدقيق. اهم حاجة تنعميها خالص في الخلاط وانت بتضربيه، تنعميه خالص. وهنا ابتدي ان انا اقلبه. طبعا ممكن ازود حبة مية، حبة حليب الموجود عندك ممكن تزودي، لو لقيت الخليط معاكي تقيل ممكن تزودي شوية، اللي يعجبك يعني على حسب. بصي ممكن تزودي، عندك عصير برتقال حطي، يعني الموجود هنا. طبعا الخليط تقيل اهو، هنزوده حبة مية يا حبة عصير برتقال يا حبة لبن، اي حاجة موجودة عندك. وابتدي طبعا اضربها زي ما انتم شايفين كده. كيكة الذرة ما بتبقاش تكون سايلة قوي، لا بتكون يعني تكون القوام بتاعها تقيل شوية. عايزة مثلا تحطي كوباية دقيق ابيض وكوبايتين دقيق ذرة، حطي براحتك يعني. حلو تمام كده. هبتدي بقى اجيب القالب اللي انا هحط فيه، هدهنه زيت، حبة زيت كده، واحط الخليط زي ما انتم شايفين. شفتوا السمك بتاعه يكون كده تقيل، ما تكونش خفيفة قوي، غير الكيك التاني. الكيك التاني اللي هو بدقيق الابيض ممكن يعني تحتاج شوية ايه، تبقى سايلة شوية عن كده. وابتدي ان انا اوزعها في القالب بتاعي كده تمام، حلو قوي. هحط في قالب تاني برضو. المقدار ده عمل معايا الصينيتين دول. هدخلهم الفرن قبل اي حاجة، بكون مسخنة الفرن وعشان يسخن، وبعد كده احط الكيك. هنا معايا برتقانة قسمتها اتنين، وابتدي ان انا اعصر على الكيك. جميل وتحفة، وجربوها وقولوا لنا ايه رأيكم. زي ما انتم شايفين كده، مش هتبقى طرية ولا حاجة، بس هي بقى بيشربها بتبقى نكهة البرتقال باينة فيها قوي. وابتدي بقى اقطعها زي ما انتم شايفين كده. عايزة بقى تعملي شاي، اعملي كوباية عصير براحتك.
بحريتك. المقدار ده هعمل معايا اهو القالب دون والصينيه دي. طبعا شفتوا الارتفاع بتاعها عامل ازاي. اهم حاجه تسخني الفرن البوتاجاز وتسيبيه شويه، وبعد كده تبتدي قبل ما تخلصي بقى الكيك تبتدي تحطيه في الفرن. ايه رايكم؟